صباح الخير. يا رب يومكم يكون جميل. عايزة النهاردة اتكلم في موضوع مهم جدا جدا جدا. هو مش موضوع عادي، دي عبادة ربنا أمرنا بيها وطلبها مننا و... وفي نفس الوقت ده خلق لما بيكون موجود فعلا يعني انتوا مش متخيلين مدى تأثيره بيبقى عامل ازاي. كلمة شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، ولئن شكرتم لأزيدنكم. صدق الله العظيم. أنا مش داعية إسلامية يا جماعة ولا أي حاجة، أنا بس يعني إنسانة عادية جدا، وزي ما قلت لكم من خبرات الحياة الواحد بياخد حاجات كتيرة جدا أحسن من مليون كورس ممكن تاخدوه في الدنيا. كلمة شكرا بمنتهى البساطة ليها تأثير السحر في كل حاجة، يعني ولله المثل الأعلى. يعني حتى ربنا قال لنا ان احنا لما كل ما بنشكره كل ما هو بيزيدنا من افضاله ونعمه. وطبعا احنا كمخلوقات دايما بنحاول نسعى للكمال، وبنسعى ان احنا نعمل حاجات تقربنا من ربنا اكتر. ففي عبادة اسمها عبادة الشكر، بمعنى ان حضرتك لما يتعمل لك حاجة كويسة لازم تقول شكرا. مهمة قوي 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 قوي. طيب على مستوى بقى التعاملات الشخصية، أنا شخصيا لما بتتقلي شكرا على أي حاجة بعملها انتوا مش متخيلين مدى سعادتي بتكون عاملة ازاي. ولما بقولها لحد بحس براحة نفسية، بحس ان انا انسانة متربية وعندي خلق. ده لما انا بقولها لحد فبتعمل لي حالة من حالات الرضا عن النفس، وخصوصا لما بقولها لحد والاقيه مبسوط ان انا بشكره. طيب انا عايزه بس اتكلم في الاول، لما انا بتتقلي هبتدي بنفسي الاول. لما انا بتتقلي شكرا، في فيديوهات كتير قبل كده قلت لكم ان انا اصلا عندي كيتشن للاكل البيتي والاكل الجاهز والكلام ده. لما عميل بيقول لي كلمه شكرا انتوا مش متخيلين انا ببقى عايزه اعمل ايه. يا سلام بقى لو في اطراء وتسلم ايد حضرتك والاكل كان جميل وفعلا احنا استمتعنا. انا مش عايزه اقول لكم ان انا فعلا لو طلت ان انا ادي العميل ده الاكل لو بايدي ان انا اديهوله من غير اي مقابل مادي انا مش هتاخر، لان فعلا ببقى مبسوطه جدا جدا جدا. يعني انتوا مش متخيلين مدى سعادتي وانا يعني هو الناس بقى المريضه نفسيا تفهمها ده تطبيل مش عارف ايه، مجاملات تفهم زي ما تفهم. بس فعلا انا لما بيتقال كلمه شكرا انا ببقى عايزه ادي للشخص ده كل حاجه عيوني حديها له زي ما بيقولوا، يعني مجازا. يعني الشخص الخلوق اللي بيقول كلمة تسلم ايدك فعلا يعني فعلا بيسعد الشخص وبيعمل له يوم غير عادي. يعني انا والله العظيم يا جماعة لما بتجيلي كلمة زي كده، كلمة بسيطة، جملة بسيطة، اولا ده بيشجعني على الشغل جدا جدا جدا. ثانيا بيخليني اشتغل وانا نفسي مفتوحة وعايزة اعمل وعايزة اسوي وعايزة ادي كل ما في طاقتي وكل ما في وسعي. عايزة اقدم احسن خدمة باعلى جودة بكل حاجة. فحاولوا دايما كده ارضاء لربنا في الاول وارضاء للناس اللي حواليكوا عشان تعيشوا في طمأنينة وسلام وتحسوا براحة نفسية. تشكروا الناس، اشكر ربنا الاول على النعم اللي اداهالك واللي انت ممكن تكون فعلا مش حاسس بيها، بس ما علينا ده مش موضوعنا. وثانيا اشكر الناس اللي حواليك على الخدمات اللي بيقدموها لك حتى لو مش عاجباك كمان، لان هو ممكن تكون الحاجة كويسة بس هي مش مناسبة ليك، بس هو الشخص عمل كل ما في وسعه عشان يقدمها لك وتعب عشان يعملها لك. ما دام الشخص اللي قدامك بذل مجهود ولو 1%، لازم تقول له شكرا.
طيب انا بقى لما بقولها لحد، والله يا جماعه، انا لما بقولها اولا انا بحس راضي، ان انا راضيه عن نفسي، بحس ان انا والدتي الله يرحمها عرفت تربي، وان انا فعلا حاسه بالناس اللي حواليا انسانه، مش كائن يعيش ويتعايش، لا، بحس ان انا انسانه. وبفرح اكتر بقى لما الاقي اللي قدامي مبسوط ان انا شكرته. ياه، ايه ده، ايه ده، قمة في السعادة والراحة النفسية. يعني كلمة بسيطة قد ايه ممكن تخلي، يعني اما انت تقولها للناس وتشوف ردود فعلهم وتشوفهم مبسوطين قد ايه، تعمل لك يوم مش عادي. يعني فعلا ساعات السعادة ممكن تجيلنا من حاجات بسيطة. ما تحرموش نفسكم من الحاجات البسيطة اللي ما فيهاش مجهود وما فيهاش فلوس وما فيهاش تعب وما فيهاش أي حاجة. ليه تتعب نفسك؟ يعني ليه ما تستغلش فرصة إن يبقى عندنا حاجات بسيطة في حياتنا بنبقى مبسوطين بيها وبنبسط الناس اللي حوالينا وما نعملهاش؟ اشكروا بعض واشكروا الناس اللي حواليكوا. قولوا كلمة شكرا دايما، سأقولوها لربنا أولا، ثم بعد كده للناس اللي حواليك والناس اللي محيطين بيك. الزوج يقول لزوجته كلمة شكرا لما تقدم له كوباية مية، لأن فعلا مفيش حد فينا مجبر إنه يخدم التاني. يعني الزوجة مش إجبار عليها ولا حكر عليها ولا في أي إلزام إن هي لازم تقوم تجيب لك كوباية مية. فمعنى إن هي عملت كده ده تفضلا منها. انتي نفس النظام، لما جوزك يعمل لك حاجة أو يجيب لك حاجة أو الكلام ده كله لازم تشكريه، ولازم تحسسيه انتي قد إيه مقدرة الحاجة اللي هو بيعملها لك. لان هو برضو مش كل يعني في حاجات كتير جدا لما بيخدمك فيها هو مش الزام ولا حكر، هو ممكن يعملها او ممكن ما يعملهاش. بس ما علينا، هي دي مش قصتي برضو. انا قصتي ان اشكروا بعض واشكروا ربنا الاول واشكروا بعض. كلمة شكرا مطلوبة لما تاخد خدمة من مكان، تاخد خدمة من شخص، حد يجاوبك على معلومة، سألت على حد على طريق في الشارع وقال لك ممكن تمشي كذا، بصرف النظر على ان هو ممكن يكون بيتوهك او هو نفسه مش عارف، بس تشكره لان هو عمل مجهود اداك المعلومة اللي عنده. يا رب يومكم يكون جميل، ويا رب فعلا الفيديو ده يعجب ناس كتير، ويا ريت يطبقوه. انا ما بطلبش لايك ولا بطلب شير ولا بطلب اي حاجة، انا بطلب الناس تسمع الفيديوهات بس دي كده، ويعني اللي تكون معلومة جديدة عليه ويستفيد منها، حتى لو شخص واحد انا هكون مبسوطة جدا. ربنا يجعل يومكم جميل يا رب ويسعدنا جميعا يا رب، وشكرا.